ايفون 15 حرفيا موبايل مليان مميزات، تصميم جامد، كاميرا تحفة، وجاي بالديناميك ايلاند الجديدة. بس في عيب في الشاشة، العيب ده مش موجود في موبايلات ب 7000 جنيه. مبدئيا كده الموبايل ده نازل ب5 الوان، وانا بصراحه يعني شايف اشيك لون فيهم هو اللون الاسود، لان هنا ظهر الموبايل مطفي ومع اللون الاسود فالموبايل بيكون شكله فخم وشيك بصراحه. بس عامه حته الالوان دي اذواق، انت ممكن يكون عاجبك لون تاني، بس الموبايل كتصميم وشكل كاميرات فالموبايل هنا تصميمه تقليدي، شفناه في الايفون 14 والايفون 13، نفس شكل الكاميرات ونفس تقريبا كل حاجه. ظهر الموبايل هنا مصنوع من الازاز، والحواف بتاعته مصنوعه من الالومنيوم. شركه ابل خلت التيتانيوم للبرو والبرو ماكس، هنا مفيش تيتانيوم. الموبايل هنا من الحاجات الحلوه فيه انه جايب مدخل يو اس بي سي اخيرا، لانك كده هتشحن موبايلك بالشاحن العادي اللي موجود تقريبا مع كل الناس. سويتش السايلنت هنا موجود عادي، وعلى فكره دي حاجه حلوه جدا. فكره الزرار اصلا مش داخله دماغي، يعني سويتش السايلنت حاجه مميزه وحاجه حلوه بصراحه. شاشة الموبايل هنا شكلها تحفة، الحواف بتاعتها صغيرة جدا، وطبعا الموبايل جاي بالديناميك ايلاند الشهيرة بتاعت شركة ابل. شاشة الموبايل هنا اوليد 60 هرتز، ودي مشكلتي مع الشاشة، انا مش فاهم ازاي في موبايل سعره $800 وشاشته 60 هرتز. في موبايلات حرفيا بتتباع في السوق المصري ب 7000 جنيه، الموبايلات دي الشاشة بتاعتها 120 هرتز عادي. شاشة الموبايل كألوان وفرجة على فيديوهات، الشاشة حلوة والوانها طبيعيه لانها جايه من نوع اوليد، وبصراحه يعني مفيش كلام كتير ممكن اقوله على الشاشه غير انها شاشه حلوه جدا. علبة ايفون 15 اول ما تفتحها هتلاقي الموبايل وصلة الشاحن بس، ودي نفس المشكلة اللي موجودة في الايفون 15 برو والايفون 15 برو ماكس. انا عملت كده بحث سريع عن سعر الشاحن الاصلي، لقيته بيتباع ب 700 جنيه. انا مش فاهم شركة ابل بتفكر ازاي، يعني موبايل ب $800 مش موجود معاه حاجة غير الموبايل. معالج الموبايل وهو ال A16 بايونيك، المعالج ده جامد وهو نفس المعالج اللي كان موجود في الايفون 14 برو. طبعا انا مش محتاج اتكلم كتير عن قوة المعالج وعن قد ايه المعالج ده قوي وسريع، والموبايل هيكون سريع وقوي معاك. وسوفت وير شركة ابل عامة سلس وسريع. اداء الموبايل في الالعاب مفيش كلام كتير ممكن اقوله عليه غير ان الموبايل ده برضو جامد، الموبايل هيأدي معاك في الالعاب، الموبايل سريع. ايفون 15 جاي بكاميرتين، وبعيدا عن لغة الارقام الموبايل ده بيطلع صور جامدة، الصور بتطلع فيها تفاصيل والالوان بتكون فيها طبيعية، حتى الصور اللي انت بتصورها بالنهار او في الاضاءة العالية ما بتكونش ملسوعة، الصور بتطلع مظبوطة والاضاءة بتكون برضو مظبوطة. زي ما انتوا كده شايفين صورة مثلا زي اللي قدامكم دي، صورة تحفة الوانها طبيعية، لون السماء طبيعي. كاميرا ايفون 15 بتعمل 2x زوم من غير ما تخسر كواليتي، وبرضو الصور اللي بتطلع من كاميرا ال 2x زوم بتكون فيها تفاصيل والوانها حلوه بصراحه. بطاريه ايفون 15 3349 ملي امبير. كشاحن الموبايل ده بيدعم شاحن 15 واط. بطاريه الموبايل ده كارقام لا يعتمد عليها، بس كاداء فعلي الموبايل ده مش بيستهلك كتير من البطاريه، لان الموبايل ده جاي بمعالج موفر في البطاريه، وكمان الشاشه ال 60 هرتز موفره في البطاريه عكس الشاشه ال 120 اللي بتستهلك كتير من البطاريه. بس بصراحه يعني الشاحن ال 15 واط اللي مش موجود في العلبه يعني كارثه.